السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين. النهارده باذن الله هكمل شرح اداه الواي كيو بلجن. هنشرح التكست كونتنت والتكست اذر. قبل بس ما نستخدم البلجن ده زي ما اتفقنا قبل كده، اول حاجه بنظبطها هي اليونتس، تاني حاجه بنظبطها السكيل. طب اليونتس بنظبطها منين؟ زي ما اتفقنا قبل كده من واي كيو سيستم سيت اب. بننزل تحت كده نختار السيت ديفولت يونتس. انا دايما بشتغل بوحده المتر، فانا هختار المتر. كل واحد يستخدم الوحده اللي هو دايما متعود يشتغل بيها يعني. اوكي. تاني حاجه بظبطها هي السكيل من واي كيو سيستم سيت اب. هنختار مين؟ سيت سكيل، سيت دي دبليو جي سكيل، بنضغط عليها. لو احنا شغالين وحده المتر فدايما السكيل المناسب معانا يعني في الكتابه والدايمنشن بيبقى 1 ل1/10، ونضغط اوكي. طيب ننزل بقى للاداه اللي هي التكست كونتنت. اول حاجه فيها هي اسمها ايه؟ التكست هايت. عندنا البلجن عامل التكست هايت من 2 ل 30. ده عباره عن ايه؟ ده ارتفاع التكست اللي هو بنكتب بيه في برنامج الاوتوكاد. ده يعني هنفهمه بعدين. يعني هي القايمه دي بتبقى عباره يعني بتقسم ارتفاع التكست، بس الكلام ده هنفهمه بعدين. طيب تاني ايكون معانا اللي اسمها ايه؟ اليوزر ديكشنري. لو ضغطنا عليها كده هنلاقي اللغة اللي مكتوبة لغة غريبة، اللي هي اللغة الصينية يعني على ما اعتقد. طيب لو احنا دي عبارة عن ايه بقى، او ده بتفيدنا في ايه؟ احنا دايما متعودين في الرسومات مثلا المعماري او الانشائي، دايما بنبقى فيه حاجات معينة، كلمات مثلا اسامي الفراغات، مثلا لو احنا في الانشائي مثلا اسامي اللوح، اسامي اي حاجة. فاحنا دايما اي كلام احنا متعودين نكتبه في الكاد وبنستخدمه على طول، فاحنا ممكن نختصر على بعض يعني بنختصر الوقت والمجهود ان احنا نكتب الكلام اللي احنا بنستخدمه دايما، وبعد كده نعمل له امبورت في اللوحه اللي احنا بنشتغل عليها. طيب الكلام ده بنعمله ازاي؟ نيو تكست. انا اللي كاتبه الكلام اللي تحت ده. كل واحد طبعا بيكتب الديكشنري او يعمل لنفسه القاموس اللي هو بيستخدمه دايما. ازاي؟ من فوق كده نيو تكست بنكتب مثلا كلمه اي حاجه، نوم. تمام. نكتب بالعربي او الانجليزي، يعني كل واحد برضو على حسب ما بيشتغل باللوحه. انا بكتب مثلا بشتغل لوح عربي، فنيو تكست هكتب نوم. طيب هعمل ايه؟ هعمل اد، هلاقي الكلمه اتضافت معايا تحت. هنا بقى ممكن اكتب من عدد لا نهائي من الكلمات، يعني كل واحد يعني يعمل القاموس الخاص بيه عشان يسهل علينا بعدين الشغل بعد كده باذن الله. طيب انا كتبت النوم. انا بقى كنت عامله مسميات غرف، غرفه محول، محل، مكتب، حمام ضيوف. كل واحد يكتب الكلمات اللي دايما بيستخدمها، وبعد كده بنعمل ايه؟ اوكي، عشان اسيف الديكشنري ده. طيب بعد كده القايمه اللي بعد كده عباره عن ايه؟ تكست كونتنت، ترانسليت تكست. الترانسليت تكست دي مش هنستخدمها لانها مختصه ان هي بتحول اللغه من اللغه الانجليش للغه الصينيه، فاحنا دايما دي مش هنعرف نستخدم ده يعني، لانه مش بيدعم العربي. طيب هنا كده ابديت تكست فروم ليست. دي عباره عن ايه؟ عشان نفهمها لازم نشغل الامر اللي بعدها على طول، اللي هو input text، اللي هو الامر اللي هو text content input text. ده عبارة عن ايه؟ نعمل ديليت بس للكلام ده. ده عبارة عن ايه؟ ده بنكتب الكلام اللي احنا عايزين. مثلا انا عايزه اكتب غرفة نوم. تمام. طيب لو عملت اوكي وضغطت في اي مكان كده، هلاقي الكلام جاي مش مفهوم، فانا لازم اقوم جايه ضغط عليه كده، واقوم جايه مغيره التكست ستايل من فوق. فاحنا دايما بيبقى منزلين فونتات على الكاد، فاحنا عندنا اللي بيدعم العربي اللي هو الاكس اراب، او هنا الانوتيتيف ده كده، فاحنا ممكن نستخدم ده، او اي حد طبعا الماتش بتاع الكلام على حسب الفونتات اللي عندنا. تمام. فدايما اللي بيدعم العربي بيبقى الاكس اراب، معروف في الكلمات يعني. كتب هنا غرفة النوم. طيب لو انا عايزه ارجع الامر ده تاني سريعا كده، اللي هو التكست كونتنت، الانبوت تكست. تمام. نستخدم بقى الديكشنري اللي احنا كنا عاملينه من شويه، فاحنا بنقوم جاي ماسحين من هنا كده، بنعمل ديكشنري، نضغط عليها ونكتب اي حاجه. مثلا هستخدم، عايزه كلمه اوفيس، اعمل دبل كليك على اوفيس، هيظهر هنا اهو. تمام. بعمل اوكي في اي مكان، برضو هيجي هنا كده، لا اما اقوم جايه ضغطه على العلامات دي، واقوم جايه عامله انوتيتيف دي، هيظهر الكلمه بتدعم بالعربي. تمام. طيب نجيب الامر ده تاني كده. انا ايه قلنا؟ لا اما بنكتب الكلام لا اما من الديكشنري، وطبعا ان احنا نستورد الكلام من الديكشنري اسهل وهيسهل علينا الوقت جدا. طيب ايه الكلام اللي تحت ده بقى؟ التكست مود اللي هي الجنرال تكست.
وهنا الكوماند تكست والتايتل تكست. التايتل تكست دي اللي هو حاطط تحت الكلمه خط زي ما هو بيظهر عندي، لان انا مختاراه. انا هنا بيظهر خطين، لا اما 0 ولا اما 1. طبعا انا دايما بكتب الكلام من غير خط، فانا هعمل ايه؟ هختار جنرال تكست. طيب اللي بعد كده السيمبل، دي العلامات اللي هي بتاعه الدايمتر واللي هي مثلا علامه الفاي، علامه في المية، الكلام ده كله. لو احنا عايزين نعمل علامات فهي هنا بيدعم العلامات. يعني مثلا ده كده البرسنت اللي هي العلامه في المية. اعمل اوكي، نقف في اي مكان كده، هنا اوفيس في المية. فهو هنا بيدعم برضو العلامات اللي هي في المية. تاني نشوف العلامات اهو، الساين اوكي، اللي هي البلس والماينس. تمام. فاحنا كده فهمنا ايه التكست كونتنت، فهمنا مين الانبوت تكست. طيب الابديت، نرجع تاني للابديت تكست فروم ليست. لو ضغطنا عليها كده مثلا على كلمة غرفة النوم، تمام، دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة ان هو بيستبدل الكلمة دي بكلام، شوية كلام موجود هنا. يعني انا بقول له استبدل غرفة النوم مثلا بالكلمة اللي هي دي ان 40 واعمل اوكي. اللي حصل غير الكلمة اللي هي بتاعت الكلمة اللي هي كانت مكتوبة لغرفة النوم بالكلمة دي. فدي مش مهمة قوي. هي المهمة عندنا لحد دلوقتي الديكشنري، دي مهمة جدا، والانبوت تكست. تمام. طيب القائمة اللي بعد كده او الامر اللي بعد كده موديفاي اني تكست. لو ضغطنا عليها كده وضغطنا مثلا على الكلمه دي وعملنا ايه؟ احنا عايزين نعمل موديفاي. يعني ايه؟ تعديل على الكلمه. يعني انا مثلا الكلمه دي انا مثلا كاتبه فيها اي حاجه غلط، يعني مثلا سي مثلا دي ان دي 40 انا عايزه اخليها 41، اعمل اوكي. فانا ايه؟ بعدل على الكلمه من هنا. تاني لو انا بضغط عليها اهو، يعني مثلا الكلمه دي بخط انا عايزاها من غير خط، هقوم جاي عامله جنرال تكست واعمل اوكي. جنرال تكست، تمام. هو مش هيمسح الخط، هنمسحه كده. تمام. يبقى ده التعديل على الكلمه ذات نفسها. طيب الامر اللي بعد كده عندنا عباره عن ايه؟ احنا خدنا الموديفاي الديكشنري تو تكست. تمام. ده عباره عن ايه؟ ده ممكن كلمه مكتوبه عندي انا عايزه اضيفها، ازودها على الديكشنري. يعني انا مثلا عايزه اضيف الكلمه دي على الديكشنري، بقوم جايه ضغطه على الكلمه كده، هتلاقي مكتوبه عندي فوق في النيو تكست، واعمل اد. تمام. واعمل اوكي. يبقى انا كده زودت الكلمه دي في الديكشنري عندي. طيب الامر اللي بعد كده عباره عن ايه؟ الكرييت انبوت تكست. تمام، ده مهم برضو. الكرييت انبوت تكست ده عباره عن لو انا بعمل تكست بكتبه بره، اللي هو بعمله في تكست نوت بره. ازاي؟ طيب انا هضغط تحت كده وفي حاجه اسمها انسرت تكست فايل. تمام. ونعمل مثلا نسيف على الديسك توب، ونعمل اي اسم، اي اسم مثلا نخليها بالانجلش. تمام. لوكيت. تمام. واعمل اوبن. طب نخليها كنسل كده. تاني الامر ده تاني معانا كده اللي هو تكست تو كونتنت، واحنا كنا الامر ده اللي هو مين؟ كرييت انبوت تكست. تمام. هنضغط كده في اي نقطه ونعمل انتر ونخليها 0. هيظهر التكست او النوت بات. دي يعني نكتب فيها اي حاجه. مثلا هكتب كلمه مكتب، هو بيكتب بالانجلش، تاني هكتبه بالعربي مكتب، واضغط على دي كده واعمل سيف. تمام. فهو عمل ايه؟ عمل كلمه مكتب هنا اهو. طيب الامر اللي بعد كده عباره عن ايه؟ ده عباره عن برضو كتابه، بس انا بكتب في نوت باد بره. طيب التكست كونتنت، الامر اللي بعد كده edit output text. تمام. ده عباره عن ايه؟ ده عباره ان انا عايزه اصدر الكلام ده. يعني الامر ده عكس اللي قبله. ده ان انا عايزه اصدر الكلام، انا كاتبه مجموعه كلام على الاوتوكاد وعايزه اصدره بره في نوت باد، فانا بضغط على الكلمه كده واعمل اوتبوت تكست فايل. تمام. ونسيف في اي مكان عندنا على الجهاز بره، ونسمي الملف ده اي اسم، ونعمل سيف. تمام. هنلاقي الملف ده اتسيف في المكان اللي احنا سيفناه بره في نوت باد. تمام. طيب الامر اللي بعد كده عباره عن ايه؟ replace and calculate. طيب لو ضغطنا الامر ده بيعمل ايه؟ ده فيه حاجتين، لا اما بيعمل عمليه حسابيه زي الآلة الحاسبة على أي أرقام عندنا في برنامج الأوتوكاد، لا إما بيستبدل التكست. طيب لو أنا مثلا عملت بيك كده عايزة استبدل الأوفيس دي هنا كده اهو، أنا لا ثواني، الأمر ده تاني. لو أنا عملت ريبليس تكست، عايزة أشوف أول اللي هو الأمر التاني ده اللي هو ريبليس تكست، ونزلت تحت كده وعملت ضغطت على تشيكد. تمام. واعمل بيك اب كده واقوم جاي عامله كلمه اوفيس تاني.
كلمة اوفيس، كتبها عندي تحت. دي عايزة استبدلها بكلمة ايه؟ مثلا حمام. تاني حمام. يبقى انا عايزه استبدل كلمه الاوفيس بكلمه حمام. اعمل اوكي، واقوم جايه ضغطه كده سيلكت على الاوفيس، واقوم جايه انتر. ايه اللي حصل؟ استبدل لي كلمه الاوفيس بكلمه الحمام. يبقى الامر ده بستخدمه لو انا عايزه استبدل تكست بتكست تاني. طيب نعيد الامر ده تاني كده. قلنا للامر ده حاجتين، لا اما بنعمل ريبليس للتكست، لا اما بنعمل عمليات حسابيه. طيب لو انا عندي رقم كده مثلا، نخرج من الامر وناخد كوبي كده من دي ودبل كليك واكتب عليها 1. تمام. عايز اعمل عملية حسابية على الرقم 1 ده، او اكتب مثلا انا اخليه 30. تمام. ونرجع الامر ده تاني اللي هو من هنا كده تكست كونتنت، واعمل هنا ريبليس وكالكوليت. تمام. ريبليس تكست كالكوليت. لا، هنعمل بقى اللي هي العملية الحسابية. هنقوم جايين ضاربين الرقم ده هو هنا بيقول نضرب الرقم ده في نص، ونعمل اوكي. نضغط على الرقم انتر. ايه اللي حصل؟ قسم لي 30 على الاتنين، اللي هو ضرب لي 30 في نص ب15. ده مش هنستخدمه قوي، ده بديل الآلة الحاسبة يعني. طيب الامر اللي بعد كده عبارة عن ايه؟ replace substring. تمام. replace substring. تمام. ده عشان نفهمه لازم نكون راسمين، ده مهم قوي لما نكون راسمين شبكة محاور وأعمدة. طيب شبكة المحاور احنا كنا شارحين في الدرس قبل كده من زمان ازاي بنرسم شبكة الجردات من واي كيو. ونقوم جاي مختارين بلين وول ودرو جريد. تمام. مثلا انا بقى هعملها باي ارقام. اوكي. تاني عشان نفهم الامر بقى في التكست كونتنت، لو احنا نزلنا كده واخترنا ريبليس سبسترينج. تمام. هنا بيقول ايه؟ الاولد اي بي سي دي اي اللي هي تسميه شبكه المحاور دي، عايزه استبدلها بواحد 2 3 4. هعمل اوكي. هنا ده كان الاي بي سي دي، واعمل سيلكت عليهم ونعمل انتر. ايه اللي حصل؟ استبدل الاي بي بواحد 2 3 4. يبقى الامر ده مفيد في حاجه زي كده. طيب الامر اللي بعده عباره عن، احنا خدنا ده جوينت تكست. جوين تكست. تمام. لو احنا عايزين نعمل جوين، يعني ده كلمه وده كلمه، وعايزين ندمج الاتنين مع بعض، بنعمل ايه؟ بنضغط على التكست ده والتكست التاني، دمج الاتنين مع بعض. ده مش مهم قوي. طيب الامر اللي بعد كده عباره عن، احنا قلنا جوين تكست، ميرج مالتي لاين تكست، برضو نفس الامر اللي قبله. طيب بريك تكست ده عباره عن ايه؟ بيفصل الكلام عن بعضه. لو عملنا انتر كده وقلنا مثلا عايزين نفصل من هنا لهنا، ايه اللي حصل؟ خلى دي كلمه تاني رجعها ودي كلمه. لو عملنا موف هنلاقي ايه؟ ده اتحرك لوحده وده اتحرك لوحده. يعني الاوامر دي كلها عباره عن ايه؟ حاجات مش بنستخدمها قوي. طيب increment duplicate ده عباره عن ايه؟ لو احنا مثلا هنا عاملين 15 عايزينه يعد 15 16 17، نعمل اوكي وننزل كده اهو 15 16 17 18. يعني ده برضو حاسه مش مهمه قوي. الامر اللي بعد كده عباره عن ايه؟ اد انكريمنت. الانكريمنت دوبليكيت والاد انكريمنت والانكريس تكست ده كله عباره عن برضو بيزود الارقام، سواء بقى ارقام او حروف. يعني ممكن نعمل هنا ايه؟ لو عملنا انكريس تكست وعملنا انكريز ويز هنا كده اهو 19. تاني لو احنا هنا عاملين، او خلينا نزود على ده، على الحروف دي. تاني اهو تكست كونتنت وعملنا اد انكريمنت. احنا هنا كنا قايلين تكست انكريز تكست. تمام. تاني هنا كده الانكريز تكست عملنا اد انكريمنت. هو هنا بيزود الحروف، هي دي مش مهمة يعني. بيزود الحروف، في امر بيزود الحروف وامر تاني بيزود الارقام. طيب الامر اللي بعده عبارة عن ايه؟ seek specific text. تمام. ده كده عبارة عن ايه؟ ده بيعمل find. لو احنا مثلا بندور على حاجة معينة احنا كاتبينها رقم معين، فاحنا عايزين ندور عليه، فاحنا بنعمل مثلا عايز ادور على اي في الكات ده كله على رقم 2، واقوم جاي عامله مارك ان هو لما يلاقي لي الرقم ده يعمل عليه سيركل ويعمل عليه لاين، واعمل ايه؟ فول ماتش، واعمل كده سيلكت على كل حاجه عندي. اوكي. فهو هنا علم على كام ايه؟ رقم 2 عندي 3، ادي 1 2 3. هو هنا بيقول لي ان في رقم 2 3 مرات.
يبقى الامر ده مهم في حاجه زي كده. طيب الامر اللي بعد كده عباره عن ايه؟ يبقى الامر اللي هو علامه الميكروسكوب ده اللي هو بيعمل فايند لاي حاجه احنا بندور عليها في الكاد، لاي تكست. اكستشينج كونتنت ده بيبدل الارقام. يعني مثلا ده سي وده دي، ايه اللي حصل؟ خلى السي فوق والدي تحت. تاني اهو عايزين نرجعهم، يبقى الدي فوق والسي تحت. يبقى ده بيبدل الارقام او بيبدل الحروف. يعني مثلا انا هنا طبقته على حروف، عايزه اعمله على ارقام، تمام؟ يبقى ده بيبدل اي كلمتين او اي حرفين مع بعض، او سوري اي حرفين او اي حرفين او اي رقمين. طيب يبقى احنا كده خلصنا مين؟ التكست كونتنت، وقلنا ان اهم حاجه فيها اليوزر ديكشنري والانبوت تكست، تمام؟ وال اعتقد ده اهم قيمتين فيهم، ده اهم قيمتين فيهم. طيب بعد كده التكست اذر بقى. التكست اذر بنستخدمها في ايه؟ ده لو احنا عايزين نغير التكست ستايل بتاعنا، انا مثلا مختاره كاتبه كتابه بطريقه معينه، عايزه اغيرها بستايل تاني، فالقائمه دي بتعمل كده. النيو تكست ستايل. طبعا المشكله ان الاداه دي بلجن ده صيني، فهو بيدعم اللغه الصينيه اكتر، فاحنا هنا مش هنعرف نستخدمها، يعني مش هنعرف نستخدم الامر ده. طيب الامر اللي بعده عباره عن ايه؟ set current style. برضو ده يعني مثلا احنا هنا مستخدمين ستايل معين، هو هنا دايما بيطلع ستايل. لو احنا بصينا فوق اهو اسمه الواي كيو اكسس. الواي كيو دي هو بيعمل الستايلات دي، فاحنا ممكن نغير في الستايل بتاع التكست. برضو حاساها مش مهمه قوي. الاوتو ريبليس فونت ده برضو يعني برضو ملهاش لازمه لانها بتدعم الصيني. طيب اللي بعد كده لو جينا كملنا كده في شرح التكست، لو جينا كملنا شرح التكست، احنا كنا واقفين لحد التكست تشينج تكست. لو ضغطنا عليها كده كليك يمين، ده مهم جدا ان هو بيعمل ايه. يعني ده تقريبا اهم حاجه في القائمه دي كلها. ده بيغير الستايل بتاع التكست، الهايت، الانجل، ممكن نحط فريم، يعمل موف، يعمل ارانجمنت زي ما احنا هنشوف دلوقتي. الستايل لو احنا عايزين نغير الستايل بتاع الكتابه، فاحنا مثلا عندنا هنا ايه؟ انوتيف ستاندرد، الواي كيو اكسس. احنا عندنا بيبقى متسطب بقى الفونتات بتاعه الكاد كلها موجوده، فاحنا بنختار شكل التكست اللي احنا عايزينه من هنا، ممكن نغير شكل التكست يعني. اوكي. طيب تاني حاجه في القائمه دي الهايت ده مختص بايه؟ ان احنا نغير ارتفاع الكتابه، مقاس الكتابه. مثلا انا مختاره هنا 3.5، عايزه اكبر، هختاره مثلا ان هو يبقى 12. اوكي، فالكلمه هنا لو زي ما احنا شايفين بقت كبيره، لو احنا عايزين نصغرها نختار حاجه صغيره، تمام؟ يبقى ده تاني حاجه معانا. اوكي. طيب الانجل بتاع الكتابه، انا مثلا لو انا عايزه اخليها على انجل 45، اخلي الكلمه تلف بزاويه 45. طيب ارجعها تاني اخليها 0، تمام؟ الجاستيفاي اللي هي عايز، لو احنا مثلا الكلام ده موجود في جدول وعايزين نعمل له محاذاه، لا اما نعمل محاذاه لناحيه اليمين، اليسار، السنتر. هنا مختار محاذاه للليفت، ممكن احنا نعمل ايه؟ محاذاه لمين؟ للرايت. هي هنا مش هتبان قوي لو احنا عاملين في جدول، تمام؟ تاني الامر ده الانجل جاستيفاي. الويتس فاكتور اللي هو عرض احنا الويتس فاكتور الكلمه مكتوبه في عرض قد ايه؟ هنا 8/10. لو احنا اخترناه مثلا 1.5، فالكلمه العرض بتاع الكلمه زاد. لو احنا اخترناه 65%، الكلمه بقت يعني كنزه شويه، تمام؟ احنا هنا عملنا ايه؟ الموف. لو احنا عايزين نحرك الكلمه فهو يعمل سيلكت عليها ونحركها في اي مكان، مثلا هنا. طيب الجوين والري ارنج. الجوين اللي احنا بنربط كلمه بكلمه، يعني احنا بنربط كلمه مع كلمه تانية. طيب الري ارنج، اللي هي بنعمل ايه؟ دي بنستخدمها لو احنا كاتبين كلام كتير مع بعضه، فده بيعمل ايه؟ الروز بيسنج. لو بنستفاد منها لو احنا كاتبين كلام في جدول، بس هنا احنا الكلمه مش مكتوبه في جدول. طيب الالاينمنت، لو عملنا نزلنا تحت كده الريكتانجولار فريم، لو احنا عايزين نعمل حوالين الكلمه دي مستطيل، نعمل اوكي وانتر، عمل حوالين الكلمه مستطيل. طب لو عايزين نعمل حواليها سيركل، تمام، انتر، عمل حواليها سيركل، تمام. اندو يعني هنرجع الكلام ده كله. يبقى دي تقريبا اهم امر في القائمه دي اللي هي التكست اذر. تشينج هايت اسبكت، ده لو وقفنا عليها كده، احنا عاملين التكست هايت مثلا عايزينه نخليه 1، انتر، سيلكت 1. ده بقى جزء من يعني الامر اللي هو ده جمع كل حاجه، اللي هو مين؟ التكست اذر كان جمع كل حاجه، اللي هو التشينج تكست.
ده جمع بقى بقيه الحاجات اللي هو تحت هينزل اهو الالاينمنت ليفت، الالاينمنت رايت. هنا كده ده احنا شرحناه قبل كده. الريستور ميرورد اور روتيتد، تمام. لو الكلمه مثلا عندنا كنا احنا عاملين لها روتيت، يعني مثلا كلمه زي دي معمول عندها روتيت كده، فالامر ده بيرجعها كلمه عاديه يعني اللي من غير روتيت، اللي هو ريستور، ضغطنا على الكلمه كده انتر رجع الكلمه تاني. طيب التكست اذر كونفرت تكست تو ده اللي هو بيعمل ايه، ده اللي هو كان في الامر اللي قبل كده اللي هو بيعمل التكست في النوت باد، فده احنا شرحناها قبل كده. طيب الاكسبلود تكست تو لاينز دي عباره عن ايه؟ لو عشان نفهمها اكتر في الارقام، لو جينا ضغطنا على التكست ده كده تاني اهو، تكست اكسبلود تكست تو لاينز، لو عملنا سيلكت، هي دي مش مهمة قوي. هو ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل التكست بيعمل التكست بيحوله لحروف للاينز، بيخلي كل حاجة من دي عبارة عن لاين، ودي مش مهمة يعني. دي اصلا ده كده يبقى احنا بنبوظ منظر الكتابة. تمام، يبقى احنا كده النهاردة خلصنا شرح التكست كونتنت والتكست اذر. شكرا.